والآن مع المفاجأة الكاميرا. يا غبي يا غبي غبي غبي، يخرب بيتك غبي. يا دي النيلة المنيلة بستين نيلة، ايه المصيبة دي؟ ايه الفضيحة دي؟ يا يوتيوبا ومصيبتها يا زبتتها. السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنا أعداءهم أجمعين. اليوم عندنا فضيحة من العيار الثقيل. هناك شيخ جديد في الساحة، هو من هؤلاء الباحثين المتخصصين في دين الشيعة، ومع أكثرهم هذه الأيام يقرأ صفحة من كتب الشيعة من فيصل النور ويصبح متخصص في دين الشيعة، ثم يرتزق على ظهور تاج رأسه شيعة الكرار غير فرار. والشيخ الذي معنا اليوم هو كما تشاهدون في الصورة، هذا هو الشيخ الأزهري فضيلة الشيخ نجاح صبحي من علماء الأزهر الشريف. من أين؟ من علماء الأزهر الشريف. هذا هو في قناة الرحمة، يستضيفونه في هذه القناة، قناة الرحمة، قناة محمد حسان، ما شاء الله، من علماء الأزهر الشريف. هذا العالم الكبير كانت هناك مناظرة بينه وبين الأخ سبل السلام على التيك توك، وما جرى في خلال المناظرة هو موقف يختصر مأساة شيوخ السنة مع العلم والبحث. ما زلت في البداية وبدأت أضحك. الشيخ السلفي المسمى نجاح دخل المناظرة بلا أدوات، بلا اطلاع وبلا أدنى تحقق، فجاءه الأخ سبل السلام وبعث له في خلال المناظرة عبر التليجرام، لأن هذا الشيخ العلامة كان فاتح تليجرام يستقبل الوثائق، فقام الأخ سبل السلام وبعث له وثيقة غير حقيقية على شكل صفحة من كتاب، وهذه الوثيقة فيها أن الشيعة يعترفون أن الإمام المهدي سيولد في آخر الزمان، لأن المناظرة كانت حول الإمام المهدي عليه السلام. وأيضا وضع الأخ سبل السلام في هذه الوثيقة أسماء محققين الشيعة، وفي الأخير كل المحققين والأسماء الذي وضعهم الأخ سبل السلام ما هم إلا مجرد مشرفين وداعمين على التيك توك، وبعضهم محاورين، وضع أسماءهم على أنهم محققين في الحديث في تلك الوثيقة. إليكم الوثيقة التي بعثت للشيخ الأزهري العالم في الأزهر الشريف، وانتبهوا جيدا للوثيقة. هذه هي الوثيقة كما تشاهدون: ولادة المهدي بين الإثبات والنفي، يعني حتى شكل الكتاب يظهر أنه ليس بروفيسيونال يعني، ومع ذلك الشيخ الأزهري أعمى. يقول: ولادة المهدي بين الإثبات والنفي، دراسة نظرية وتطبيقية في إثبات عدم ولادة إمام الزمان عليه السلام. كل هذا كتبه سبل السلام انتبهوا لصاحب الكتاب: لسماحة العلامة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد ميثم الموسوي. توفي 260 هجرية، يعني السيد ميثم حفظه الله الأخ سبل السلام جعله كأنه صاحب الكتاب. تحقيق الشيخ أمير ماهر، هذا قالوا أن الأخ هذا من الداعمين أو من المشرفين في التيك توك. دار فرح الموسوي للطباعة والنشر، هذا أيضا ربما هو من المشرفين أو من الداعمين. هنا في الصفحة التالية: ولادة المهدي بين الواقع والاستحالة. الأخ سبل السلام كما تشاهدون لون الصفحة بالأصفر والأحمر والأزرق والأخضر مثل الوثائق التي تشاهدونها في الإنترنت، وكتب هنا: ولادة المهدي بين الواقع والاستحالة. بعد البحث في الروايات والتقصي الأخبار، فلم نقف على رواية صحيحة تثبت ولادة الإمام المهدي عليه السلام، وإنما الواقع عكس ذلك. فمن يتقصى الأخبار ويتفحص الأسانيد يجد أن المهدي عليه السلام لم يولد بعد، وإنما ولادته ستكون حين خروج السفيان والصيحة. فقد روى الشيخ الطوسي بسنده قال: حدثنا أبو عبد الله علي التركماوي، هذا ربما من المشرفين، قال: حدثنا أبو حسين البلوشي عن مصطفى الشمري عن كمال البغدادي عن شيخ الطائفة الثقة أمجد بك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المهدي من أهل البيت وسيولد في آخر الزمان عند خروج السفيان والصيحة. قال المحقق الخيالي: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات عيون أجلاء. ومن الأعلام الطائفة من المراجع والعلماء القائلين بعدم ولادة المهدي عليه السلام فهم كالآتي: من هم؟ هم العلامة أبو بنين الموسوي، سماحة السيد علي العراقي، سماحة الشيخ زين العابدين، الشيخ زين العابدين تعرفونه، الشيخ الجبل أبو علي المصري، خلاص يا أبو علي أصبحت شيخ، من المحققين الكبار، من رجال ثقات عيون أجلاء. سماحة السيد أبو مريم العاملي، الفقيه العالم أبو علي الباركودي، سماحة المرجع وليد السعدي، ما شاء الله مرجع، الشيخ العلامة أبي تراب العراقي، والشيخ محمد درويش العاملي، هذا أيضا شيخ يحاور أهل السنة والجماعة. طيب الآن ستقولون: ما هو مصدر هذا الكلام؟ مصدره هزيم الرعد. تعرفون هزيم الرعد بعد؟ سبيستون.
هذه ليست وثيقة، هذه كارثة بعثت للشيخ الباحث المتخصص في دين الشيعة العالم في الأزهر. فحين بعثوا له هذه الوثيقة في خلال المناظرة عبر التليجرام، قام الشيخ الأزهري يقرأ الوثيقة ويحاجج بها الأخ سبل السلام، وهو لا يعلم أن الوثيقة غير حقيقية. وحين أحس بالفضيحة تغير وجه لونه وملامح وجهه وفر هاربا، يعني مهزلة بمعنى الكلمة. أترككم مع المناظرة حتى لا أطيل عليكم، ثم نعلق إن شاء الله. أريد علماء الشيعة قالوا بعدم ولادة المهدي. جاوب على سؤالي هذا. ورواية شيعية قالوا بعدم ولادة المهدي. خذ الرواية، مش هزعلك، خذ الرواية. الأخ سبل السلام يقول له أريد رواية من كتب الشيعة تقول بعدم ولادة الإمام المهدي، والعالم الأزهر يقول له خذ الرواية، مش هزعلك. الآن دعونا نستمتع مع هذه المهزلة وهو يقرأ الوثيقة. خذ الرواية. روى الشيخ الطوسي بسنده قال حدثنا أبو عبد الله علي التركماوي قال حدثنا أبو حسن البلوشي عن مصطفى الشمري عن كمال البغدادي عن شيخ الطائفة الثقة أمجد أمجد بك. شيخ الطائفة الثقة أمجد بك. أمجد بك قوية هذه. نكمل المهزلة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال المهدي منا أهل البيت وسيولد في آخر الزمان عند خروج السفيان والصيحة. طيب، قال المحقق الخيالي وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات عيون أجلاء، ومن أعلام الطائفة من المراجع والعلماء القائلين بعدم ولادة المهدي كالآتي: العلامة أبو بنين الموسوي، وسماحة السيد علي العراقي، والشيخ الجبل أبو علي المصري. الشيخ الجبل أبو علي المصري، هذا اسم الأخ أبو علي المصري المتشيع، وضعه في الوثيقة على أنه من المحققين القائلين بعدم ولادة المهدي. وأيضا هذا الشيخ قفز ولم يذكر الشيخ زين العابدين المعروف في التيك توك يحاور السنة. يعني هذا الأزهري يقرأ ولا يعي ما يقرأ. نكمل. وسماحة السيد أبو مريم العاملي، والفقيه العالم أبو علي البرقودي، وسماحة المرجع وليد الساعدي، والشيخ العلامة أبي تراب العراقي. وبلاش أجيب لك التاسع. يقول بلاش أجيب لك التاسع، وفي التاسع مكتوب الشيخ محمد درويش العاملي، وهو أيضا شيخ يحاور السنة في تيك توك. يعني فعليا هذا الشيخ يقرأ ولا يعي ما يقرأ. وهنا يظهر الوجه الحقيقي للجهل، إذ بمجرد أن وصلته الوثيقة بدأ يتعامل معها وكأنها نص أصيل من مصادر الشيعة، يقرأها ويستشهد بها ويدافع عنها دون أن يخطر بباله أن يبحث أو يتأكد أو حتى يسأل هل هذه الصفحة أصلية أم مفبركة. والنتيجة كانت فضيحة مباشرة على الهواء. الأزهر انكشف أنه لا يعرف أبسط شيء عن كتب الشيعة، لا يعرف أسماء محققيهم ولا شكل طبعاتهم ولا حتى أسلوب التحقيق عندهم، ومع ذلك يتجرأ أن يناظرهم ويكفرهم ويتحدث عن عقيدتهم. وهذه الصفعة لا تعني أنه فقط وقع في الفخ، بل تعني أن مجمل منهجه قائم على النقل السطحي والقص واللصق بلا علم ولا فحص. وهكذا يتضح للمشاهد السني أن شيوخه تبني دعواها على جهل مضاعف، جهل بالمصادر وجهل بطريقة البحث وجهل حتى بكيفية التثبت من النصوص. فبدل أن يحرج خصومه تحول هو إلى نكتة تثبت أن كل ما يقوله عن الشيعة مبني على هواء. نكمل المصيبة. عايز الرواية يا أخوانا؟ جبت له الرواية اهي، الرواية على عدم ولادة المهدي. لا، واثقة من نفسها، واخد بالك يا متعلمة يا بتاعت المدارس. نكمل. الكلام ده فين يا شيخ نجاح؟ في كتاب ولادة المهدي بين الإثبات والنفي لسماحة العلامة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد ميثم الموسوي المتوفي سنة 260 هجرية. السيد ماذا؟ ميثم؟ آية الله العظمى السيد ميثم الموسوي. يخرب بيت الجهل. يا حمار يا حمار يا حمار. السيد ميثم الموسوي قرأها ميثم الموسوي، والمضحك الأخ سبل السلام كاتب أنه توفي سنة 206 هجرية. وهذا العالم الأزهري يقرأ ولم ينتبه إلى الأسماء، يعني أعمى البصر والبصيرة. والله مهزلة. نكمل. أشرح تاني يا أخوانا، هقولهم تاني. مين حققها؟ اذكر لي الاسم اسمع يا أخي. تحقيق أمير ماهر دار فرج الموسوي للطباعة والنشر. عايز حاجة أحسن من كده؟ عندك أسئلة تانية؟ طيب المصدر الرواية اللي ذكرها عندك؟ اسمع بقى يا أخي لا تقاطع، يا أخي لا تقاطع، يا أخي لا تقاطع، يا أخي لا تقاطع، عيد السند. يا أخي لا تقاطع،
يا اخي لا تقاطع، اسمع هلبي لك كل اللي انت عايزه. جبت لك بس عيد السند جناب الشيخ، عيد السند. حاضر، هعيد لك السند. في كتاب ولادة المهدي بين الإثبات والنفي، يعني في أصلا يا إخواننا هم أصلا عندهم 14 فرقة انقسموا، الشيعة انقسموا على 14 رأي، 14 فرقة. هل المهدي موجود ولا لا؟ في كتاب ولادة المهدي بين الإثبات والنفي لسماحة العلامة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد مش عارفش انت تقراه ايه، الموسوي، المتوفي سنة 260 هجرية. لا يعرف حتى أن ينطق بشكل صحيح اسم السيد ميثم الموسوي حفظه الله. تعرفونه السيد الذي يحاور مع الأخ العزيز الحاج وائل اللامي. نكمل. أقرأ لكم الكلام بسرعة يا أخوان. ولادة المهدي الفصل الأول صفحة 104. عايز حاجة بعد كده؟ ولادة المهدي بين الواقع والاستحالة بعد البحث في الروايات والتقصي والأخبار فلم نقف على روايات صحيحة. هو مين بقى؟ العلامة الموسوي اللي بيقول الكلام ده، المتوفي سنة 260 هجرية. بيقول يا إخواننا ولادة المهدي بين الواقع والاستحالة بعد البحث في الروايات والتقصي الأخبار وتقصي الأخبار فلم نقف على روايات صحيحة. هو اللي بيقول، العلامة الموسوي المتوفي سنة 260 هجرية هو اللي بيقول الكلام ده، مش سبل السلام بتاع النهارده اللي بيقول الكلام ده. بعد البحث في الروايات وتقصي الأخبار فلم نقف على روايات صحيحة تثبت ولادة الإمام المهدي عليه السلام، وإنما الواقع عكس ذلك. فمن يتقصى الأخبار ويتفحص الأسانيد يجد أن المهدي عليه السلام لم يولد بعد، وإنما ولادته ستكون حين خروج السفياني والصيحة. فقد روى، ده كلام مين؟ كلام الإمام العلامة المرجع الدين الكبير آية الله العظمى السيد ميثم ميثم المتوفي. خلاص يا سيدي ميثم. اسمع بقى، ولادة المهدي بين الواقع والاستحالة. أقرر لكم كلامه تاني يا إخوان. الكلام ده فين يا شيخ نجاح؟ في كتابه ولادة المهدي بين الإثبات والنفي الفصل الأول صفحة 104. بعد البحث في الروايات وتقصي الأخبار فلم نقف على روايات صحيحة تثبت ولادة الإمام المهدي عليه السلام، وإنما الواقع عكس ذلك. فمن يتقصى الأخبار ويتفحص الأسانيد يجد أن المهدي عليه السلام لم يولد بعد، وإنما ولادته ستكون حين خروج السفيان والصيحة. فقد روى الشيخ الطوسي بسنده قال حدثنا أبو عبد الله علي التركماوي قال حدثنا أبو حسين البلوشي عن مصطفى الشامري عن كمال البغدادي عن شيخ الطائفة الثقة أمجد بك عن أبي عبد الله عليه السلام قال المهدي منا أهل البيت سيولد في آخر الزمان عند خروج السفيان والصيحة. قال المحقق الخيالي وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات عيون أجلاء. ومن علماء الطائفة من المراجع والعلماء القائلين بعدم ولادة المهدي عليه السلام منهم مين؟ نتوقف هنا. الآن انتبهوا، حين سيعيد ذكر الأسماء سينتبه للفضيحة والطعم التي وقع فيها وسيبدأ بالتلعثم في الكلام. شاهدوا الرزية. أبو بنين الموسوي، سماحة السيد علي العراقي، سماحة الشيخ زين العابدين، الشيخ زين العابدين، لا الشيخ أبو الجبل أبو يعني طيب هات بقى أراك جيد. للأسماء الباقين هذول العلماء جناب الشيخ بس لا تلمض. يا غبي يخرب بيتك غبي. يا دي النيلة المنيلة ب60 نيلة. ايه المصيبة دي؟ ايه الفضيحة دي؟ يا يوتيوبا ومصيبتها يا زبتتها. امشي يا عبلالة، ايه الغباء اللي انتوا فيه ده؟ انصدم المسكين، واخيرا احس ان الوثيقة غير حقيقية وانه جاهل لا يفقه شيء ولا يعرف شيء عن كتب الشيعة ولا اسماء المحققين ولا علمائهم. نكمل المهزلة. نعم شيخنا، بس قبل الرواية هذول العلماء المحققين معاصرين موجودين هم المتقدمين؟ لا تضمن يعني خلاص انت قلت لي هات من هنا ومن هنا. أنا ما أعرف، شاك بهذه الرواية يمكن مو صحيحة. شاكك؟ شاكك بها، ما أعرف. الكتاب صحيح موجود، ولادة المهدي بين الإثبات والنفي دراسة نظرية للمرجع ميثم الموسوي. الله يكون بعونك يا وعد اللامي. يا الله. طيب يقول الأخ سبل السلام الله يكون بعونك يا وعد اللامي. لأن السيد ميثم دائما معه في البث ووضعه في اسم الكتاب لأنه مؤلف الكتاب، وهذا العالم الأزهري لم ينتبه إلى الفخ الذي وقع فيه من طرف الأخ سبل السلام. نكمل. تحقيق الشيخ أمير ماهر دار الفرح الموسوي للطباعة والنشر، صح؟ نفس الكتاب دلوقتي؟ ولادة المهدي
بين الإثبات والنفي. ماشي. دراسة لسماحة العلامة المرجع الديني آية الله العظمى السيد ميثم الموسوي، متوفى سنة 260 هجرية، تحقيق أمير ماهر، دار فرج الموسوي للطباعة والنشر. والله هذا أمير ماهر لازم نحضره بعد، ما يفيد. طيب جناب الشيخ، هذا وقتي حاليا. نعم. ركز معي شيخنا، ركز معي. تفضل. تفضل. اللهم صل على محمد وآل محمد. احنا قلنا بدون مقاطعة، فأرجو من عندك عدم المقاطعة، التزام يعني بالوقت شيء جميل. نفتح الكاميرا على بركة الله تعالى. تدامك الله. والله مو انا بدي اعطي روايات جناب الشيخ، ما ادري، مو قلت له هاي الروايه اللي عندكم هسه، واعطاني هاي الاقوال العلماء بس ما متاكد من عدها، لازم اراجعها. لا اله الا الله. طيب جناب الشيخ، اللهم صل على محمد وآل محمد. حياكم الله بياكم يا أهلا وسهلا ومرحبا. إن تركه ما أعرف. طيب إخواني الأعزاء، راح أذكر شيء إن شاء الله تعالى. نفتح الكاميرا على بركة الله تعالى. أيها الأحبة، شلون أفتح الكاميرا؟ نسيتها والله يا أخي، مشكلة هذه يا أخي. يا الشيعة مال أحرقكم بالنفط. يكملها؟ بعد ماكو، فكست القضية. طيب شيخنا العزيز، الآن أتمنى تبقى مستمع معي. هذا عندنا فيديو هنا يقول، جزاكم الله خير. والآن مع المفاجأة الكبرى. يا الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة إن شاء الله تعالى تكون مناظرة بيني وبين المدعو الشيخ نجاح صبحي، أحد علماء الأزهر. طبعا مناظرة في الإمام المهدي بين السنة والشيعة. حاليا الساعة بالكاثة 36 دقيقة مساء. طيب طبعا هو أحد علماء الأزهر مثل ما تلاحظون. هاي الصورة اللي هو يحطها في الخلفية مال تيك توك وغيرها، حتى أتوقع بالتليجرام. شوف شلون مكتوب جوا تحت، مكتوب من علماء الأزهر الشريف. طيب أنا طبعا راح أنصب لهذا الرجل طعم خليله فخ، أنه لاحظوا هذا العالم من علماء الأزهر اللي ناظر الشيعة ويصدر الشيعة، كيف يأخذ الوثائق والنصوص والتعليمات من التليجرام. يعني ما عنده حوار علمي، مجرد ببغاء. ولذلك سويت له وثائق وهمية. هاي وثائق وهمية سويت له. كتاب اسمه ولادة المهدي بين الإثبات والنفي، درس نظرية من هالباب لسماحة المرجع العلامة الديني آية الله سيد ميثم الموسوي. طبعا هو محاور متوفي 260 هجرية. تحقيق الشيخ أمير ماهر، هذا مشرف عندي بالبث. دار فرح الموسوي للطباعة والنشر، طبعا هاي مشرفة بالبث. هنا ذكرت هذا الكلام وصفها على حسب الأصول. لاحظوا حتى السند، روى الشيخ طوسي بسندي، حدثنا أبو عبد الله علي التركماوي، هذا داعم. حدثنا أبو حسين البلوشي، هذا داعم. مصطفى الشمري داعم. عن كمال البغدادي، هذا داعم. عن شيخ الطائفة الثقة أمجد بيك، هذا داعم. عن أبي عبد الله رتبت له رواية وراح يكيف فيها. قال المحقق الخيالي، وهذا كذلك داعم، وهذا اسناد صحيح. طبعا هذول كلهم داعمين، تمام. بريد ابين له انه انت ما عندك لا فهم لا علم لا درايه، حتى لما توصف بالعالم بعيد كل البعد. اذا كنت انت عالم، انا ما درست بحياتي ساعه واحده بالحوزه، فكيف العالم مقابل اقل علما وفهما من الشيعه؟ لاحظ. طبعا كاتب له انا من اعلام الطائفه من المراجع والعلماء القائلين بعدم ولاده المهدي عليه السلام. من هو؟ العلامه ابو بنين الموسوي. هذا رجال خطير، شاب من الشباب، حريه التعبير اللي بث على اليوتيوب. سماحة السيد علي العراقي، هذا عندي صديقنا مشرف بالبث. سماحة الشيخ زين العابدين، والله معروف محاور. الشيخ الجبل أبو علي المصري، بعد أبو علي المصري واحد أشر من نار على علم. سماحة السيد أبو مريم العاملي، مش مشرفين البث. الفقيه العالم أبو علي الباركودي، هذا من إخوان الأصدقاء أبو علي من أهل الكويت. الشيخ الأزهري خلاص ودع المناظرة، فر هاربا، حتى ملامح وجهه تغيرت، اصفر المسكين من الفضيحة. يا غبي يا حمار، تمام، لان انت بحب كلمه حمار. والله قمة الخزي والعار. نكمل. الفقيه سماحة المرجع وليد الساعدي، صديقي ويانا بالبث. الشيخ العلامة أبي تراب العراقي، هم صاحبنا من الشباب المحاورين. الشيخ محمد درويش العاملي، والله هذا الرجال هم يحاور بالبث ويفتح بثوث. ايش كاتب له جوه؟ كاتب له المصدر هزيم الرعد. اخواني، هزيم الرعد فلان كرتون، فلان كرتون، انا حاطه فلان كرتون يعني موجوده، طلعها بسبيستون قبل كنا نشوفها وغيرها. فاذا عبرت عليها هذا الفيديو او هاي الصوره، اذا عبرت عليها، ربنا افرغ علينا صبره. موالين،
احكي الطون حتى تشوفون احنا باي مهزله واصلين، باي مستوى واصلين. سيبني انا احكي والطم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. بالله عليكم اذا هذول العلماء احلى شيء نقرا لي ابو بنين لما وصل الشيخ زين العابدين جر بريك، ابو علي الجبل المصري بس الزحمه وقدام اول تمس محاورك زين ومحضر له وثائق ومكيف، والنبي يقول لي بالتليجرام يقول لي ترى حاضر هسه راح اسدل عليه. وهناك روايات. انت اللي مسوي الورقه دي مولانا؟ انت اللي مسوي الوثيقه دي؟ اي مولاي العزيز اي. يعني مهزلة بمعنى الكلمة. وهذا يعني أن مشايخ السنة ما هم إلا تلاميذ الإنترنت يدخلون إلى موقع فيصل نور وغيره وينقلون منه الوثائق، وهم جهال بكتب الشيعة. ومثلهم محمد بن شمس الدين كل مرة تجده يخرج وثيقة من فيصل نور حتى بين جهله في كثير من المرات، ثم بدأ مؤخرا يقلدني فيضع شعاره على الوثيقة كأنه هو من أعدها ليوهم القطيع أتباعه أنه مطلع على كتب الشيعة ولم ينقل من فيصل نور. ولكن المصيبة أنه حتى وإن أعد الوثيقة بنفسه فهذا أيضا يكشف عن جهله، لأنه لم يقرأ الكتاب كاملا، إنما دخل على موقع فيصل نور ونقل الوثيقة وبحث عن اسم الكتاب والصفحة ثم صممها بشعاره، فبقي الجهل يطارده وبان أنه أبعد ما يكون عن العلم. أما العلم الحقيقي فهو أن تملك كتب الشيعة في مكتبتك وتفتحها وتقرأها من الجلدة إلى الجلدة، هذا هو العلم. مع أنكم حتى وإن كانت عندكم هذه الكتب فأنتم مجموعة من الجهال لا تستفيدون منها ولا تفقهون ما فيها، وإنما تضعونها للزينة في المكتبة كما يضع الطفل لعبته في الركن. فبذلك يتضح أن منهج هؤلاء قائم على الجهل المركب، وأن أضعف اختبار يكشفهم ويسقط دعواهم، فبدل أن يحرجوا خصومهم تحولوا إلى مسرحية فاشلة تكشف حقيقتهم أمام أتباعهم. فالحمد لله على نعمة التشيع، والسلام عليكم. يا حمار يا حمار يا حمار. اللهم صل على محمد وآل محمد.